تحقيق اللقب من 17 مشاركة يعتبر حالة شاذة، فلا أعلم لماذا طيب سخر البعض منها. سؤال على الأرقام هذه. نعم. معيب أن تشارك الأكثر في دوري أبطال آسيا؟ إذا كنت، هل هو معيب أن تكون أكثر نادي شارك في دوري أبطال آسيا من دولتك؟ الهلال رقميا هو أكثر فريق سعودي في شامبيونز ليج الآسيوي ويخرج من المجموعات، بل أنها النادي الوحيد الذي تذيل مجموعة مرتين. النصر شارك فرق 4 مرات من أصل 17 بطولة مقررة. النصر عندما كان البطولة أو عندما قررت البطولة 2003 لا كمل أرقامه. خرج من المجموعات مرتين، وصل دور 16 مرة، وصل دور 8 مرة، من 4 مرات. نسبة وتناسب. نسبة وتناسب النصر أفضل. سأخبرك النهائي من 4 مرات. النهائي مكتوب عندك، شو مكتوب النهائي؟ قل لي النهائي. لا النهائي أبغى النهائي. أنت الآن أسعدتك الأرقام. أسعدتك الأرقام. النهائي يا شباب زيرو. لا أسعدتك الأرقام. النصر شارك 4 مرات فقط، 4 مشاركات وصل فيها النصر إلى دور 8 من خلال 4 مشاركات، بينما الهلال 4 مشاركات من أصل 15 كان يتذيل كان في المجموعات، يخرج من المجموعات وتذيل مرتين. 17 15 بدي 17 مرة. أنت سألتني عن نسبة وتناسب. عندك رد؟ إيه تفضل. الفتح لم يخرج من دوري أبطال آسيا إلا مرة واحدة. طيب أنت يعني ما تشارك، خلاص أجل أنا ما أشارك وأصير ممتاز. لماذا شارك الهلال 17 مرة؟ لأنه بطل. لماذا لم يشارك النصر إلا 4 مرات؟ لأنه الثامن.